كانت بتشتغل باليومية ب100 جنيه وبتلف في الشوارع كعب داير عشان لقمة العيش، وشاكر وش السعادة عليها، وكل اللي يشوفها بيقول عليها الخالق الناطق سوزي الأردنية. مين هي تيك توكر فرح الصينية شبيهة سوزي الأردنية على التيك توك؟ يا ترى بتقلدها؟ وليه جوازاتها اتفركشت بسبب المنطقة اللي عايشة فيها؟ وازاي سوزي وش السعادة عليها؟ وايه علاقتها بمداهم وشاكر؟ ومفاجأة عن مشروع الحلم اللي نفسها تعمله. مفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. اشتغلت مندوبة مبيعات واترفضت من عريسها بسبب منطقتها، وصاحبة جملة جبر الخواطر هيجيبكوا ورا، وسابت شغلها علشان خاطر السوشيال ميديا ولايف شاكر. الداعمين نزلوا ليها هدايا وفلوس بالكوم. كلامنا هنا عن فرح الصينية شبيهة سوزي الأردنية اللي قلبت السوشيال ميديا كلها بسبب اللي بتعمله، ومفيش حد شافها إلا لما قال إنها الخالق الناطق سوزي الأردنية. وبعد القبض على التيك توكر أخدت مكان سوزي وفيديوهاتها انتشرت، والكل بقى عنده فضول يعرف مين هي دي، وده من كتر الشبه اللي بينها وبين سوزي، بنفس الكلام وطريقة وحتى نفس الملامح والصوت وطريقتها في الإفيهات. راحت لأسهل طريق بيكسب فلوس زيها زي باقي التيك توكرز، وبقت تطلع لايفات على التيك توك. وطلعت مع سوزي الأردنية نفسها في قلب كافيه في مدينتي، وفي حفلة افتتاح مطعم مداهم، وعملوا دويتو كتير. وطلعت فرح الصينية في أكتر من لايف مع شاكر ومداهم وسوزي الأردنية وعلياء كاميرون ومروة وأم عمرو، وفي كل مرة بتطلع الكل بيفتكرها سوزي. فرح الصينية لسه ما كملتش تعليمها، وطلعت في لايف وقالت انها لسه في دبلوم صنايع، ومره قالت انها في معهد سياحه وفنادق، لكن الاكيد انها نفسها تفتح مشروع عن الاكل. فرح الصينيه اول ما دخلت لايف التيك توك مع شاكر والهدايا نزلت عليها فلوس ودعم بالدولار، وما كانتش ملاحقه على الهدايا، ومداهم ما كانش عارف يسكتها في اللايف بتاعه من كتر سرعتها في الكلام وطريقتها، واتصور معاها في حفله افتتاحه. فرح الصينيه بنوته ما كملتش ال20 سنه، واشتغلت كل حاجه، بياعه ومصنع ملابس وفي محل ملابس، وكانت شغاله قبل ما تدخل التيك توك وعالم السوشيال ميديا مندوبة مبيعات، وبتاخد في اليوم 100 جنيه، ومشوها من شغلها وما قدرتش عليه، وانهارت بسبب زعلها على الشغل لانها كان نفسها تحوش وتجيب مرتبة تنام عليها. شبيهة سوزي جوازتها اتفركشت بسبب منطقتها الشعبية، وده لانها ساكنة في شبرا الخيمة. يا ترى ايه السبب؟ فرح الصينية كان جايلها عريس وامه اتشرطت يعملوا خطوبة في مركب او في قاعة وتدفع فلوس كتير، ففرح رفضت لان اهلها مش قد المصاريف دي، وقالت خلاص علشان ما نزعلش حد هنعمله تحت باب البيت عندها في شبرا. هنا امه اتدخلت وقالت لها لا مش هينفع، احنا بنخاف من المنطقه بتاعتك ووحشه وشعبيه. وهنا ما قدرتش تستحمل الكلام ده وقررت تفركش الجوازه كلها بسبب امه. فرح الصينيه دخلت عالم الشهره بالصدفه، وعلياء كاميرون سبب شهرتها، ودخلت معاها في اللايف على تيك توك، ومن ساعتها والظهر لعب معاها، ودخلت مع شاكر ومصاحبه كل البلوجر والتيك توكرز، والكل بيحب طريقتها بسبب خفه روحها. فرح الصينيه شاكر كان هيجيب لها عربيه هديه، وبعدين قالت له لا مش محتاجه عربيه، وحلم حياتي اجيب شقه جديده اخرج بيها من منطقه شبرا، ويبقى عندي سرير واوضه اقعد فيها بدل اللي انا عايشه فيه. ولما اتسالت بتخلصي فلوسك على ايه، كان ردها مفاجاه، قالت انا بخلص فلوسي على الاكل، وحلم حياتها تفتح مطعم او مشروع اكل تحقق بيه احلامها ويبقى مصدر رزق ليها ولاهلها. يا ترى ايه رايكم في فرح الصينيه؟ وحسيتوا فعلا انها شبه سوزي ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.